اهلا وسهلا حبايبي في كل مكان، وحشتوني قوي 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 بجد، وحشتوني خالص. اقول لكم الاول صباح الخير او مساء الخير على حسب ما انت هتشوفوني. النهارده جايه لكم فيديو جديد وحلقه جديده، جايه لكم بمعجون الدوني او بتاع ده مركز الدوني. بصراحه تحفه وجميل وسهل، طريقته سهله جدا. وطبعا انتوا عارفين اسعار الدوني دلوقتي بقت عاملة ازاي، فده بطريقة ممتازة. فقبل ما نخش على الفيديو ونشوف طريقة الدوني ازاي، عايزة اكلم حضراتكم واشكركم كلكم، كل اللي كان بيسأل عليا. وطول ما انا تعبانة في فترة تعبي، طبعا انتوا عارفين ان انا غايبة عن الفيديوهات بسبب ان انا ظهري وكده وتعبانة، ومش بقدر اقوم اعمل حاجة كتير. فكل صحابي القنوات وكل متابعيني بقى يشجعوني وبقى يتصلوا عليا ويبعتوا لي مسج ويقول لي، اللي يقول لي حاولي تقومي تعملي حاجة خفيفة، عايزين نشوفك، عايزين نسمع صوتك. فبشكرهم بجد من كل قلبي، صحابي وعيلتي واصحاب القنوات ومتابعيني كلكم، بشكركم بجد وعلى راسي من فوق من كلامكم. فانا قلت بقى اعمل حاجة جديدة، هبدأ معاكم بالدوني كده ونشوف الفيديو مع بعض. انا كده جايبة نوع دوني اتنين، عندك هاي لوكس وعندك الهاف لوكس. هاف لوكس ده الكيس، وهاي لوكس ده الازازة. ده نوعين شركتين، بس هم زي بعض، نفس التركيبة ونفس كل حاجة. حتى المكونات هي ونفس الطريقة واحدة وكل حاجة. يعني اللي يلاقي عنده هاي لوكس يجيبه، اللي يلاقي عنده هاف لوكس يجيبه، الاتنين زي بعض. شايفين يا جماعة الدوني تحفة ازاي؟ دوني بجد تقيل وناعم وتحفة، وريحته خرافة خرافة خرافة. بجد ريحته مالية المكان، اكن رشة برفن، اكن حتى معطر جميل. بجد ريحته جميل، وبص تقيل تقيل بجد معنى الكلمة. دولت 12 رتل مش 10، هو الكيس بيتفضل على 10، دول 12 رتل. وبرده تقيل وماسك نفسه. ده هاف لوكس اهو، ده الكيس اللي انا عاملاه. في برضو منه الازازة اللي انا وريتها لحضراتكم. تمسك الهاف لوكس ده هتفضي، هو كيس واحد جوه الكيس اهو، بيتفضي على 10 رتل من المية. انا عملته على 12 عادي، والطريقة بتاعته مكتوبة عليها من ورا. طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا. ينفع يا جماعة في مشروع، ينفع في اي حاجة، ينفع في بيتك تاخديه موفر. طبعا هو بصراحة من جهة موفر في الفلوس، وموفر وافر جدا في الكمية بصراحة. دي ازازة اهو بيبسي اللي هي 2 رتل ونص، هعمل منها 4 مرات، يعني يبقى 10 رتل في الاول، وبعد كده هجيب 2 رتل بس. ادي كده اهو، ده انا هفضي 4 ازايز، يعني ايه 10 رتل من المية. هي طريقته سهلة جدا، وينفع مشروع في البيت حلو قوي. لو قسمت سعره على 10 رتل، سعره جميل جدا، سعره حوالي 35 جنيه. هو او الازازة او النوع التاني، يعني اي نوع فيهم ب35 جنيه، يعمل لك الكمية دي 10 رتل اهو. نفس الكمية هيعمل 10 رتل وازيد زي ما انا عملت. لو حابينه خفيف زيي، مش خفيف قوي يعني، برضو تسمكه تقيل. فهنا بيقولك الشرح بتاعه اللي هو بتعمليه في خلال قد ايه، وبيقعد 3 دقايق قبل ما تقلبيه. لا بصراحة انا قعدت اقلب فيه ربع ساعة بامانة، مش 3 دقايق. 3 دقايق كان قليلة جدا، بامانة كان ربع ساعة. هو بص شكل المعجون اهو، مفيش غيره اللي في الكيس زي ما انتوا شايفينه. الكيس او الازازة الاتنين زي بعض بالظبط، ونفس الريحة ونفس الخامة، بس في منه لبني وفي منه بينك اللي يعجبكم. انا بقى دلوقتي هقوم اقصه بالمقص حتة صغيرة خالص من الطرف، عشان ينزل لي خيط رفيع كده. معلش المقطع ده اتقطع مني، مش اتقطع معنى اصح، الكاميرا ما كانتش شغالة وانا بسجل. انا دلوقتي قطعت الكيس، وبقيت ماسكه الكيس بايد والعصايه بايد، وسايبه ايه نزل زي الخيط رفيع، وبقلب بالايد التانية.
اهم حاجة ما تقفيش عشان ما يعملش تكتلات ويبقى متجمد كده ويعمل كلاكيع كتير. بصي في كل اللي في الكيس ده لازم تفضيه، لازم معلش انا بعيد الحته دي تاني عشان اتمسحت مني. بقص الكيس طرف حته صغنونه خالص وبعمل منه خط رفيع زي كده اهو، شوفي زي كده بالظبط. بس ببقى ماسكه الكيس عشان هو بيبقى مليان، ببقى ماسكاه بيبقى هو نازل خط رفيع زي كده، وانا بقلب بايدي التانية. ماشي. وما تحطيش الكيس في ميه زي كده، انا عملت لك التجربه دي عشان تشوفيها. بصي بيتكتل ازاي او بيعمل كتل براحته. لما بتحطيه في الميه ما تحطيش الكيس في الميه نهائي، تحاولي تحوشي اللي فيه بايدك باي طريقه. شوفي لما بيجي على العصايه بيجي على الجركن بيعمل زي الكتل، فانت تحاولي بطريقه واحده ونظام واحد ان انت تقلبي بايد واحده وتسيبيه يعمل زي الشرشره كده او زي خط رفيع نازل كده، وانت بتقلبي بايدك التانية. هتفضلي تقلبي كده حوالي ربع ساعة بالظبط، ربع ساعة او اكتر شوية. هو مش متعب صدقيني مش متعب، بس انا عشان انا تعبانة وظهري تعبني فاضطريت اخلي عني مع بنتي هي اللي تساعدني. بقيت افصل الكاميرا وهي تقلب شوية، ولما انا امسك العصاية بقيت اشغل الكاميرا. ففضلنا نقلب فيه بعد ما كان زي المية الاول اهو ولون، هتلاقيه شوية ابتدى لونه يتقل وابتدى لونه بقى واحد كده مفيش كتل ولا فيه رواسب. هتلاقيه كل شوية بيتقل يعني كده بيتقل عن الاول وبعد كده لسه هيتقل تاني. على فكرة ينفع منه مشروع هايل هايل هايل. ولسه هعمل لكم منه كمان الصابون السائل بتاع المواعين تحفة برضو، في منه بالليمون وفي منه بالتفاح. هعمل لكم بالليمون دلوقتي مش النهارده، برضو في فيديو تاني هعمل لكم فيه السائل بتاع المواعين بالليمون. شايفين يا جماعه ابتدى يدخل معايا ازاي؟ بصراحه ريحته جباره، ريحته جامده جامده جدا بجد. والسمك بتاعه تقيل وناعم وبيلمع زي بالظبط اللي هو الغالي. معلش على الجيران بيخبطوا، معلش على ازعاج. السمك بتاعه بيبقى تقيل وريحته جبارة، عارفة زي الغالي بالظبط، مش زي الدوني السايب، مش زي اللي هو بتاع المنظفات اللي بيبعتولك اللي بيبعتوه في اكياس وفي ازايز عادية. دي لا، زي الشركات الغالية بالظبط. بص لونه، هو لونه فاتح او لونه بيبي بلو فاتح كده غامق شوية، الكاميرا مغمقة شوية، بس هو لونه بيبي بلو فاتح جدا جدا، فاهماني؟ وناعم جدا. وشايفة بيلمع ازاي، شايفة اللمعة فيه ازاي، شايفين؟ بجد بجد مش زي التاني خالص. التاني بيبقى اغمق وبيبقى اتقل بتاع المنظفات، انتوا طبعا عارفين اللي بيجي في الاكياس او بيجي في ازايز دي برضو بيبقى زي كده. لكن ده زي الشركات الاصلية بالظبط، نفس الريحة ونفس الخامة ونفس الملمس. بصراحة تحفة. بينفع في البطاطين، ينفع في المفارش، ينفع في السجاد، ينفع في المسح، ينفع في كل حاجة، في الغسيل. انا بحاول اخففه على قد ما اقدر. انا كده زودته، يعني انا كده زودت انا بقول لكم اهو انا كده زودته 2 رتل تاني، بدل ما كانوا 10 بقوا 12 كده، بقوا 12. عشان ايه؟ لقيته تقيل قوي معايا برضو هقلب فيه هلاقيه بيمسك ويتقل برضو. يبقى انا كده زودت 2 رتل تاني. ممكن تقلبي الجهة اليمين والجهة الشمال عادي، بتقلبي دايرتين الناحية التانية والناحية دي عادي، ما بتقلبيش ناحية واحدة عشان يفك معاكي بسرعة. شوفي الجهتين، انا بقولك اهو بتلفي الناحية دي والناحية التانية علشان يفك معاكي بسرعة بصراحة. وبس هو عايز شوية تقليب. شايفين يا جماعة؟ شايفين تقله؟ تحفة، تحفة بجد، معنى الكلمة تحفة تحفة. انا بحاول اخففه على قد ما اقدر عشان اقدر احط فيه منه في الغسالة الاوتوماتيك، لان كل ما يبقى تخين كل ما عاوزة احط له مية اكتر، والغسالة انا ما بتحكمش في ميتها، فبحاول اخفف. انا عملته 12 رتل عشان احاول احطه في الغسالة الاوتوماتيك. شايفين الكوباية لما بحطها عليه كده بيركز ازاي، ما بتسقطش من كتر تقله، مش خفيف اللي الكوباية تسقط مرة واحدة، الكوباية بتفضل تقيلة واقفة. شايفين السمك بتاعه؟ شايفين؟ تحفة بجد، معنى الكلمة. مشروع رائع 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 في البيت.
اي ست تقدر تعمله تحسن من دخلها، ان كان هو ولا الجل البرسير ولا الاريال ولا السائل المواعين. شايفين يا جماعة الكوباية راسية لفوق ازاي؟ شايفين ما بتنزلش ازاي لما تتعبى من جوه؟ بوريكم راسيتها ازاي. شايفين ما تسقطش تقيل. فيعني بصراحة مشروع رائع رائع رائع. في منه كرور وفي منه داوني وفي مسحوق اطباق وفي شاور وفي غسيل برسيل. بصراحة كل الانواع. شركة لوكس بصراحة، هاي لوكس او لاف لوكس، بصراحة هما الاتنين تحفة تحفة. جيبيها على ضمانتي. هوريك اللي هيعمل معايا دلوقتي 5 جراكن، 4 جراكن 2.5، وجركن لتر و800، يعني يعتبر 12 لتر. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شايفين ده 2.5 وده لتر و800، يعني 4 في 2.5 يعني بكام؟ ب10، و2 و800 يعني 1 و800 يعني 12 لتر الا 200 جرام. فاهمين حضراتكم؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم. وبشكر كل اللي بيسأل عليا ويطمن عليا، بشكركم من كل قلبي مرة تانية، كل القنوات وكل الاصحاب. وربنا يخليكم ليا ويزيدكم نعمة في حياتي. وان شاء الله ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم. ان شاء الله هتشوفوني في سلسلة فيديوهات مختلفة، وبإذن الله هتبقى خفيفة برضو زي كده. اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة، وهستنوني في حلقة الجاية.